على السلامة يا زين. ايه الدوشة اللي برا دي يا ولدي؟ عربية الشغل يا أمي. من بيتك تيجي البيت بعربية الشغل عشان أنا جاي في شغل. اه، شغل ايه ده؟ أنا جاي أقبض على طه يا أمه. ايه؟ انت بتقول ايه؟ جاي تقبض على أخوك؟ ايه يا زين؟ جاي تقبض على أخوك؟ اللي قدامي ده مش أخويا، اللي قدامي ده مجرم قتل أم ويتم طفلها وحرمه من أبسط حقوقي إنه يعترف بنسبه ورد له اسم أب. أنت بتقول إيه؟ بقول الحقيقة. اللي على دراعك ده ولد طه. إيه؟ هو اللي قتل أمه. اللي على دراعك ده حفيدك يما. بقول الصح ولا بتبلى عليك يا طهبيه؟ طول عمرك صح يا زين. أنت جاي تاخدني دلوك بعد ما خدت كل حاجة في حياتي، حب أبوي وسيرته حتى ورثه انت اللي متحكم فيه. كنت كل يوم بمد لك يدي علشان اخد منك المصروف مع انه حقي، عشان الكبير خدت حنية امي بعد ما فضلتك عليا، مع ان انا اللي ولد بطنها. خدت القلب اللي حبيته في حياتي، ليلى مرتك يا زين. ليه هيك ده؟ مرتك. خدت الماضي والحاضر وجاي دلوقت تاخد مستقبلي. عارف ليه يا زين؟ عشان الناس، عشان الناس يا زين، عشان الناس تسقف لك وتقول زين بيه، وتقول ايه؟ زين بيه قبض على اخوه، زين بيه طبق العدل. صح يا زين؟ زين بيه طبق العدل، زين بيه ما خانش القسم. صح يا زين؟ زين بيه ما خانش القسم. يلا يا زين، يلا يا زين، خدني يا زين، خدني يا زين بيه، يلا يا زين. كل ده شايله لاخوك؟ كل ده جواك ليه؟ واكتر يا زين، واكتر. على قد ما انا كنت ندمان اني قتلت مريم، على قد ما انا كنت هفرح لو لبستك القضية. لبستنا انا؟ لبستنا انا يا طه؟